سلام حبيباتي، سلام خواتاتي، نتمنى تكونوا كامل بخير وفي صحه جيده. اليوم حبيباتي جبت لكم وصفه الكراطن، يعني قنبله في البنه. يجي خيال في البنه، صدقوني حبيباتي، يجي بنين 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 بزاف بزاف، بدون كليان، اقتصادي وصحي يعني. كما قلت كملوا معايا حبيباتي الفيديو حتى الاخر ان شاء الله، ونتمنى ينال الاعجاب تاعكم. تعجبكم حبيباتي كالعاده ما تبخلوش عليا باللايك، بالتعليق مشجع، تشاركوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء فضلا وليس امرا. شكرا لكم. نبداو هنايا في المكونات والطريقه في نفس الوقت. عندي كميه هنايا من الباذنجان، قشرته قطعته هذا قطع صغيره مربعات. قليل من الملح، درت له قليل من الملح، يعني جربوا الوصفه هذه ما تحسوش باذنجان خلاص، خاصه اللي ما يحبش الباذنجان. ملعقه صغيره غير مملوءه مليح من الفلفل الاحمر الحلو، وقليل فقط من الفلفل الاحمر الحار، قليل من الفلفل الاسود، اللي ما يحبش الحار ما يضيفش، يعني اختياري. ملعقتين من زيت المائده. نخلط الكل مع بعضها حتى تدخل هذيك التتبيله مليح مليح في الباذنجان تاعي. جيب الصينيه اللي تدخل الفرن، وهنا نفرش لها ورق الزبده، وحطيت قليل من الزيت ودهنت ورق الزبده تاعي، ونفرش الباذنجان تاعي وندخلو الفرن على درجه حراره 200 درجه في الرف اللي فوق الوسط. ساعه على ساعه نحرك الباذنجان تاعي كي يحمر ويطيب لي مليح، نحي يعني ما يديش الوقت معكم خلاص، حوالي ربع ساعه يعني يكون طايب، يعني كما كتلاحظوا. ويجي بنين، يعني صدقوني يجي بنين 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 كما قلت، ما تحسوش خلاص، يعني اللي ما يحبش باذنجان ما تحسوش به خلاص خلاص. نفس الكميه نديرها مع بطاطا، كميه من البطاطا قشرتها وقطعتها قطع صغيره هذا مربعات، ضفت لها قليل من الفلفل الاحمر الحلو، وقليل من الفلفل الاحمر الحار، الملح، والفلفل الاسود قليل فقط، ملعقتين كذلك خلاف من زيت المائده، نعمرهم مليح، وندخل التتبيله تاعي مليح مليح. نفس الشيء في السنيوه، حطيت قليل من الزيت وندهن السنيوه تاعي في ورق الزبده نفسه اللي طاب فيه الباذنجان، ونفرغ البطاطا تاعي كامل. نحاول نتوما حطوا البطاطا اكيد الباذنجان حسب افراد العائله، نحاول ما نخليش البطاطا تاعي مكتله هذا فوق بعضها، يعني تجي كامل على ورق الزبده. ونخليها الفرن خلف كذلك على 200 220 درجه في الرف الوسط ولا اللي فوق الوسط، ونخليها حتى تحمر، يعني ساعه على ساعه نحرك عليها هذا باش تحمر كامل على الجوانب، ونحيها يعني ما تطولش معكم خلاص الوقت. نوليو نحضروا هنايا لاصوص طوماط. عندي حبات من البصل يكونوا انا كانوا عندي صغارين، وقليل من الثوم، وثلاث حبات خلف صغارين كانوا عندي من الطماطم، قشرتها اكيد، حطيت قليل من الدبشه الكزبر، كل واحد كيشي كله، ونميكسي الكل مع بعضهم. بعد ما ترحوا لي كامل مع بعضهم كما كتلاحظوا، نروحو فيهم كلاص. هنايا حطيت حوالي ملعقتين من زيت المائده، ونخلي البصل تاعي مع الطماطم والثوم والدبشه يتقلاو كامل مع بعضهم مليح مليح. هنا نزيد لهم نصف ملعقه من الطماطم المصبره، قليل من الملح، نخلي الكل يتقلا مع بعضهم مليح مليح. هنا زدت ملعقه صغيره من الفلفل الاحمر الحار، الحلو عفوا ماشي الحار، الحلو، بابريكا. نخلي الكل يتقلا مع بعضهم. بعد ما شفت لي مازال ما تقلات ليش مليح، زدت ضفت الماء. انا زدت الماء اخترتين حتى تقلات لي مليح مليح. في الاخر زدت كاس من الماء مملوء، من الاحسن يكون سخون، ونخلي الكل مع بعضهم يغليو. انا في الاخر زدت قليل من الفلفل الاحمر الحار، قليل فقط، اللي ما يحبش الحار ما يضيفش، وقليل فقط من الفلفل الاسود. وهنا هذه الخطوه اختياريه، كانت عندي هنايا لا كريم فخاش حطيت غير شويه القليل فقط، نص علبه الصغيره هذه كامل، يعني تقدروا ما تضيفوهاش خلاص، يعني الخطوه اختياريه. نخليها مده دقيقه دقيقتين ونطفي عليها ونحيها، ونخلي لاصوص تاعي على جانب. انا في مكلاص حطيت قليل من الزيت، حوالي ملعقتين الى 3 ملاعق، وكانت عندي كميه صغيره من اللحم المرحي، يعني كما تقدروا تستعملوا
الدجاج المرحي ولا صدر الدجاج المرحي يعني اختياري. يعني كما لاحظتوا استعملت كميه صغيره خلاص. كما قلت تقدروا تستبدلوا لها بصدر الدجاج المرحي. حطيت لها قليل من الملح وقليل من الفلفل الاسود. نقلي الكل مع بعضها مليح مليح. زيت حبه بصل متوسطه الحجم، قطعتها قطع صغيره هيدا، ونضيفها للخليط تاعي ونخلي الكل يتقلى مع بعضها مليح مليح حتى يذوب لي هذاك البصل ويتقلى لي مليح. مع التحريك اكيد ساعه على ساعه نحرك مع التحريك المستمر. نزيد حبه فلفل حار، وحده حاره حار وواحد حلو. كما تقدروا تضيفوا خلف كذلك في الفلفل الالوان الاصفر والاحمر. حوالي فصين من الثوم. نخلي الكل يتقلى مع بعضه مليح مليح. هنا بعد ما بدات يتقلى لي ويدبل لي هذاك الفلفل، زدت هنا حوالي 5 ملاعق من لاصوص طوماط. خلاف كذلك زدت لها 5 خلاف كذلك. نخلي الكل يطيب مع بعضه مليح مليح. وفي الاخر زدت كمشه من الكزبر ولا الدبشه باش تخلي لي هذيك البنه في الاخير. نخليهم يتقلاو مع بعضها ومن نطفي عليها ونخليها على جانب، وندوكها اكيد في الملح. كان جات مخصوصا نحي هنايا بطاطا نزيد عفوا. هنا بطاطا تاعي كما كتلاحظوا يعني تجي كانها مقليه، تجي صحيه بلا ما نقليوها في الكوشه، يعني تجي بزاف بنينه. جربوها حبيباتي وردوا لي الخبر. نجيب البلا اللي يدخل الفرن هنايا، نحط البطاطا تاعي فيها هنا بالطريقه هذه نفرشها. زيد نحط الباذنجان تاعي خلاف كذلك. نخلط الكل مع بعضها مليح مليح. نزيد كميه من لاصوص طوماط حوالي بين 8 ملاعق الى 10 ملاعق، يعني اكيد الاختيار لكم باش ما يجيناش الكراتان تاعنا ناشف ويجي بزاف بنين. يعني كما كتلاحظوا هنايا هذه الخطوه اختياريه. كاين عندي هنايا الجبن تاع لي ساندويتش يعني استغليته في هذا الكراتان، يعني كما تقدروا ما تضيفوش خلاص. حطيته من الفوق هيدا. وفي الاخر نزيد هذاك اللحم المرحي اللي قليناه مع البصل والفلفل بالطريقه هذه. يعني جربوا الكراتان هذا يجي بزاف 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 بنين. ونستويه كامل قد هيدا على الوجه، يعني يجي بزاف بنين ما يجيش خلاص ناشف. نزيد انايا في الاخر شويه قليل من لاصوص طوماط بالطريقه هذه. ونغطي هذا بالجبن المبشور. ندخلوا للفرن على درجه حراره 200 220 درجه في الرف الوسط مباشره. يذوب لي هذاك الجبن خضر شاو كيلش طايب فيه طايب. نخرجو رشه عليه، رشيت عليه هنايا رشه من الكزبره ولا الدبشه كل واحد كيش ياكلها. نخليه يبرد هيدا مده 5 دقائق ونقصوه نكدوهم مع بعضنا نشوفوه. يجي متماسك، يجي ما يجيش خلاص شايح، يجي بنين بزاف بزاف بزاف. يعني قنبله في البنه، خيال في البنه. جربوا حبيباتي وراح ينال الاعجاب تاعكم. بدا حكزوا معايا حبيباتي للاخر ان شاء الله. يعني نتمنى يعجبكم الاكثر حتى تاع نهار اليوم. ما تبخلوش عليا باللايك بتعليق مشجع، وتشاركوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء فضلا وليس امرا. شكرا لكم.